ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعنا مع بعض بفيديو جديد، وهنعمل مع بعض براونيز الشوفان. طبعا انتوا عارفين الشوفان مفيد جدا، حاولوا ان انتوا تدخلوه في اي حاجه وتاكلوه لاولادكم لانه فيه الفايده بتاعته عاليه جدا. وكمان الناس اللي عامله دايت وعايزه تاكل كيك وعايزه تاكل اي حاجه حلوه، فانت ممكن تعملي الحاجه دي بالشوفان. والناس كمان اللي عندها سكر، اعملي البراونيز بالشوفان، حلو جدا هيعجبكم. يلا بقى نكمل الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف عملناه ازاي. لو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل، حطيلي لايك للفيديو، معلش أسفة على صوتي لأن أنا مريضة. الحاجة هتجيبي كوباية دقيق شوفان طبعا مطحون، وهتحطي عليها معلقة بيكنج باودر، معلقة من اللي هي معلقة الشاي، وهتحطي عليها معلقة كاكاو خام وذرة الملح، وقلبيهم كده مع بعض. طبعا لو عندك الشوفان مش مطحون اطحنيه في الكبة بتاعة الخلاط. تمام، قلبيهم كده مع بعض وروحي بقى في الخلاط، حطي بضاية ونص كوباية لبن وربع كوباية زيت ومعلقتين سكر مليانين وظرف فانيليا، واضربيهم واقلبيهم على الدقيق الشوفان والبيكنج باودر وذرة الملح. بس كده، طريقتها سهلة وبسيطة خالص. المقدار ده بياخد صينية مقاس 20. تمام، كوباية الدقيق الشوفان دي بتاخد صينية مقاس 20. تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، دخليها على الرف اللي في النص، ما بتاخدش وقت خالص، هتستوى وتطلع معاكي بالمنظر اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. طالعة كده هي بتبقى مشققة كده لان هو الشوفان كده. تكوني محضرة بقى حبة شوكولاتة كده، تحطي عليهم حبة مية سخنة وتدوبيهم وتنزلي بيهم على الكيك دوت. تمام، عندك بقى شوكولاتة بيضة تزوقي بيها، عندك شوكولاتة بني زوقي بيها، التزويق حسب راحتك. انا كان عندي شوكولاتة بيضة زوقت بيها. وكمان بحب اجيب الصوصات اللي هي الماجيك اكياس دي. كان عندي كراميل حطيته برضو على الشوكولاتة البيضة، بصراحة عطت طعم حلو قوي قوي. والصوص اللي انا حطيته في الاول اللي هو النسكويك خليته تقيل، وحطيت عليه مية ورحت كباه كده على الوش، عطى كمان طعم حلو قوي ليها. طبعا هي بتبقى غير الكيك العادي، طبعا الدقيق العادي، لان ده شوفان بيبقى مفرول وبيبقى مشقق كده زي ما انتوا شايفين، ما تقلقيش وما بيعلاش، لان البراونيز اصلا مش المفروض ان هو يعلى. تمام، حطيت كده بقى كمان الكراميل وهقطعها، طبعا هي لسه سخنة، انتي سيبيها لما تبرد خالص. هي لما بردت خالص كانت متماسكة جدا، هي عشان سخنة وعشان كمان فيها تشققات، هو اللي البراونيز بيبقى كده. بس بصراحة حلو قوي، بمعلقتين سكر بس هتقدري ان انت تعملي حاجة حلوة ليكي. لو انت بتعملي دايت وتاخديها الصبح كده مع النسكافيه بتاعك او كوباية لبن، على حسب بقى انت بتاخدي ايه الصبح او بالليل كمان، لان هي ما فيهاش سكريات كتير، هي معتمدة بس على معلقتين السكر والصوص اللي محطوط فوق. حلوة جدا وطعمها حلو. لو هتعمليها لولادك يبقى تزودي السكر، طبعا حطي نص كوباية سكر. قطعيها بقى بالاشكال اللي انت عايزاها، مربعات، مثلثات، قطعيها قطع صغيرة على حسب القطعة اللي انت بتاخديها في الدايت. حلوة جدا وطعمها حلو، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وزي ما قلت لكم شوفان حلو جدا جدا. حاولي ان انت تدخليه لولادك في اي حاجة. ولو هتعملي البراونيز بالشوفان لولادك يبقى زودي السكر زي ما قلت لك. طلعنا كده اهي الصينية، حلوة جدا. هو البراونيز بيبقى كده، ده عشان بالشوفان وكمان سخنة بتبقى متفككة. بس بصراحة طعمها حلو جدا جدا، جربوها. والناس اللي بتعمل دايت كل حاجة حلوة بمعلقتين سكر بس، وكمان حاجة حلوة طعمها حلو كمان ومش هتضرك. بجد حلو جدا، طعمه حلو قوي، جربوه. دي شوفان مفيد زي ما قلتلكوا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله تجربوها. حتى لو مش بتعملي دايت اعمليها وزودي فيها السكر، هتبقى حلوة جدا معاكي لان هي بصراحة طعمها حلو. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.